انا هعيط بجد. تالت تريلر رسميا ينزل لافنجرز دومزداي، وزي ما توقعنا التريلر ده عن اكس مان. تعالوا ما اشرح لكم واحده واحده ايه اللي حصل في التريلر ده، عشان انا بجد كنت ادمع من كتر المشاهد اللي انا شفتها. التريلر كله على بعضه حوالي 20 ثانيه، بس حصل فيه حاجات كتير قوي. اول حاجه تشارلز اكزيفير بيظهر بصوته وبيقول death is coming for us all، يعني الموت جاي لنا كلنا. السؤال هنا مش انت جاهز للموت، السؤال هنا انت هتبقى ايه وانت عايش. والجمله دي أكدت لي حاجة مهمة جدا، إن تقريبا 3/4 الكاست اللي احنا شفناه قاعد على الكراسي 3/4 كلهم هيموتوا. السبب الوحيد الرئيسي مارفل بتعمل ايه افنجرز دومزداي وافنجرز سيكريت وورز عشان يعملوا حاجه اسمها ريبوت. هيموتوا، هيمسحوا كل حاجه احنا شفناها قبل كده، وهيعملوا ريبوت جديد وناس جديده هتظهر معانا في مارفل. فناس كتير قوي هتموت. بعدها الكاميرا بتيجي على تشارلز اكزيفير وهو قاعد قصاد ماجنيتو، وبيتكلموا هما الاتنين مع بعض وبيسلموا على بعض، هما الاتنين بيسلموا على بعض مع بعض. وفجأة الصورة بتقلب على سايكلوبس وهو بيقلع النضارة وبيصرخ، والريس طالعة من عينيه، وحواليه في حرب بتحصل. ففي حرب كبيرة جدا بتحصل دلوقتي، عايز اتفرج عليها. انا المشهد ده لوحده خلاني انا عايز اتفرج على افنجرز دومزداي دلوقتي. وده بيثبت اللي انا كنت بقوله في الفيديو بتاعي اللي انا نزلته على يوتيوب، ان توم هولاند سبايدر مان هيموت، هيظهر في افنجرز دومزداي وهيموت. هتقولوا لي ازاي يا عمر وهو كونفيرمد هيظهر في سيكريت وورز؟ ايوه، ما هو هيموت في افنجرز دومزداي على ايد توني ستارك، ونقطة فينوم اللي اتبقت من فينوم من فيلم فينوم الجزء الثالث هي اللي هتخليه يعيش تاني، هتدخل جوه جسمه وهتعيشه تاني. لو عايزين تتفرجوا على التفاصيل كلها اللي انا جمعتها عن افنجرز دومزداي وتتوقعوا ايه من الفيلم ده، فاتفرجوا على الفيديو ده. انا تعبت فيه جدا، رسمت لكم الفيلم كله من اوله لاخره. وعلى فكره في جيفت كود مكتوب في الفيديو لنو اسنشز، للهوديز والبنطلون بتاع النو اسنشز، موجوده على مدار الفيديو. شوفوا انتوا هتلقطوها ولا لا، بس دي بتستخدم مره واحده بس، لما نشوف مين بقى اللي هيلقطها.